حكم قضائي بعزل مرتضى منصور نهائيا من رئاسة نادي الزمالك وعدم خوضه لانتخابات 2025، وحتى الآن مرتضى منصور على مقعد الرئاسة يتحكم في داخل نادي الزمالك أمام مرأى ومسمع الحكومة وأمام مرأى ومسمع العالم كله. مرتضى منصور يجلس على كرسي رئاسة نادي الزمالك ومعه حكم قضائي بعزله ولم يتم التنفيذ. المشكلة ان في ناس كتير في الدولة واقفة بتتفرج على كيان كبير اسمه كيان نادي الزمالك، كيان بيحصل فيه مشكلة كبيرة، تفريغ للنجوم، مش قادرين نوصل لحل. في مشكلة أخيرة هتكلم عليها ألا وهي عقوبة شيكابالا. عقوبة شيكابالا في لما رجع من سبورتنج لشبونة عرفنا ان مرتضى منصور او امير مرتضى منصور اتفق مع شيكابالا ان هو هيتعمل له عقد، والعقد ده شيكابالا هيتحمل قيمة غرامة سبورتنج لشبونة علشان خاطر الزمالك وقتها ما كانش ليه دخل ان هو يدفع العقوبة. الكلام ده من 2015 2016 على ما اظن 2017 خلينا نقول، وصلت الغرامة 2018 كان مبلغ ضئيل جدا، 400,000 دولار تقريبا، ما يعادل 10 مليون او 15 مليون في الوقت اللي هو لو اتدفعت فيه وقتها، او تقريبا 10 مليون لو اتدفعت في وقتها. كلنا كنا بنعرف ازاي شيكابالا بيلعب في نادي الزمالك وبياخد راتب شخصي 1000 جنيه، وكل الناس عرفت الكلام ده، وكان من مرتضى منصور. والنهارده 20/7/2023 النهارده بيقال انه تم دفع غرامة سبورتنج لشبونة بعد 5 أو 6 أو